عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. باش نواصلوا مع بعضنا في تحضير حلويات العيد. اليوم باش نعملوا وصفة المقروض نتاعنا الدياري، مقروض سميد، مقروض العادة والعوايد. بالنسبة للدوزاج، المقادير اللي باش نستعملها اليوم هي نفس الصحفة ولا نفس الكاس ولا نفس الصحن اللي باش تكيل بيه، هو اللي باش تكمل تكيل بيه بقية معناتها المقادير الأخرين. عندنا هنا صحفتين متاع سميد أحرش، سميد 5 يسي اللي نستعملوه في تونس، صحفة سميد أرطب وصحفة فرينة. عندنا هنا الكركم والقرفة باش نكهو به المقروض متاعنا. عندنا هنا ربع مغرفة أو نص مغرفة صغيرة متاع قهوة، نص مغرفة صغيرة متاع قهوة ملح، ومغرفة كبيرة لهنا تاع سكر جوست معناتها باش نحطها في الباط باش ما تجيش معناتها ماسطة شوية. عندنا هنا الماء الزهر، ماء الزهر. وعندنا لهنا خميرة الجاتو. يقول قايل علاش خميرة الجاتو في المقروض؟ هذه اللي باش تخليه شوشة. باش ناخذوا نص مغرفة صغيرة متاع قهوة، جوست هكا رشة صغيرة باش خلينا المقروض هشوش. هي باش تنحينا مثلا اذا كان باش تعمل انتي فورمة، باش تعمل فورمة معناتها باش تعمل بها وتحب تظهر مثلا نتاع القالب، ماهيش باش تظهر، ما تخلينا البسكوي نتاعنا هشوش. وما نساوش بتبيع الزيت. بالنسبة لهنا عندي كيلة متاع زيت صحفة، استعملتها على الأربعة كيلات متاع الفرينة والسميد هذيك، على كل 4 كيلات. عندنا هنا صحفة متاع زيت. عندي لهنا التمر المعجون، أنا حاضر عملته، عجنته بالقرفة والجلجلان وشوية فواكه جافة، لوز، بفريوة، جوزة اللي موجود عندك. وعندنا بالطبيعة شحور. فضلا وليس امرا، ما تنساوش باش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه اللي باش يكمل يتبعني الاخر، بارتاجيو الفيديو مع اصحابكم حتى اللي تحصل الافاده. في مرحله اولى لهنا باش نحطوا الصحفه نتاع الفارينه، وصحفه اخرى نتاع السميد، نزيدها صحفه السميد الرطب، والصحفه الثالثه نتاع السميد الاحرش. فوالا كما تشوفوا لهنا باش نحط نصف مغرفة صغيرة متاع ملح. الملح ضروري لهنا باش يعدل لنا المذاق متاع المقروض متاعنا. عندنا لهنا شوية قرفة. بالنسبة للقرفة راهو اختياري، كما تنجم تعمل في العجين متاع التمر، كما تنجم تعمل في البات، راهو يفوح بالحق. ما عندكمش فكرة بالحق معناتها القرفة تفوح على الاخر. هذا بالنسبة للتفويحة متاعنا. نزيدهم توا الزيت كما تشوفوا، وباش نحركوهم بالطريقه هذه تبثبيثه صغيره كما تقول جداتي، نبثبثوهم شويه فوالا حتى اللي معناتها المكونات الكل تتخلط مع بعضها. كما تشوفوا حتى اللي نتحصلوا على عجينه يعني مبسة تتلم فوالا، حتى كي تسيبها هكا معناتها تتحل. هذا مبدئيا باش نخلوه ليلة كاملة، ساعتين 3 4، كل ما يرتاح كل ما يعطينا نتيجة ناجحة. فوالا كما تشوفوا. من بعد لا ارتاح السميد بالباهي، عندي هنا مغرفة صغيرة، أنا عندي نص باكو مغرفة صغيرة متاع خميرة كيميائية كما تعرفوا، هذه باش تنفجلنا الواحد وتخليه معناتها هشوش المقروض متاعنا. عندي لهنا ماء زهر باش نبل به بشوية، صب بشوية بشوية ونلم بشويه، ما نخليش الواحد يغلبني. بالنسبه للي يعملوا في التبسيس وتجيهم مثلا تحس الباط مزيته ولا حاجه، خاطر سا ديبون انتي معناتها المكونات اللي عندك او الحاجات الشايحه اللي عندك، تنجم تكون الفرينه معناتها غلبها الزيت، دونك تنجم الزيت بشويه. فوالا توا هذه لمين معناتها ما تعجنش، جوست لمين هكا صغير. فوالا كما تشوفوا باش نصبوا بشويه بشويه الماء الزهر. الماء الزهر تنجم تزيدوا السكر، تنجم تحط فيه شويه سكر، مغرفه مغرفتين سكر، راهو يعدل المذاق مع الشحور، يعطينا نتيجه مزيانه برشا. نكمل اللمو بطبيعه بشويه بشويه حتى اللي نتحصل العجينه متماسكه. فينالمون هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها. باش نخليها ترتاح لمده نص ساعه اخرى
حتى ترتاح حتى اكثر، ما فما حتى مشكله، ولا حتى تخدموها بعد 10 دقائق. ونوريكم بالطبيعه كيفيه تشكيل المقروض نتاعنا اليوم. من بعد رتحت العجينه باش نوريكم كيفاش نشكلوه. انا عندي لهنا شوفوا البات كيفاش تشيح، هذه كذا معناتها هي لباس، معناتها ينجم واحد يستعملها. المشكله انها من بعد في الوحده تقلق كيف تحط فيها التمر لهنا وبعد تبرمها تولي تتحل. دونك العمليه سهله برشا هذه، والا في وسط الشقاله معناتها اللي استعملنا فيها جوست نعملوا لها لمه صغيره او عجنه صغيره كما تشوفوا، باش نطريوها شويه نتاع مغرفه ما مش برشا، باش ما تقلقناش، باش ما تحلش وقت اللي نكونوا معناتها نشكلوا فيها، ما تجيناش معناتها كلها محلوله من هنا، وما نجموا حتى نجربوها راه. اما انا نوريكم معناتها لي ديتاي الكل اللي تنجموا تعملوهم جوست هكا. زيد اطرها بالباهي كيما تشوفوا. شوفوا العجينه لهنا بعد طريناها كيفاش ولات طريه على الاخر وتطاوع. هذه نجموا توا نشكلوا معناتها المقروض نتاعنا كيما تشوفوا ما شاء الله هكا بالباهي مريقله. باش نحطوا له هنا بودان تاع تمر ونسكروها. فوالا هنا من بعد ما زدناه شويه الماء زهر ولا حتى قطره ماء، مش باللازم زهر. هاكا شوفوا التشكيل نتاعها باش يكون سهل على الاخر. فوالا شوفوا لا تحلت لا صار لها حتى شيء. لو كان عملناها من الاول وهي شايحه كانت تتحل وتعبنا في التشكيل نتاع المقروض نتاعنا. انا بويسك باش نعملوا المقروض جويد على الاخر، نقراو بحسبني اللي هو فيه شويه الخميره هذيك نتاع القدوره وباش ينفج هو بطبيعته. انا عندي القالب هذا، انت تختار اي قالب يعجبك. نحاول لو ماكسيموم اني نضغط بالباهي حتى اللين معناتها نحس انه الواحد معناتها ما عادش ثم هوايه في القالب. كملوا الجهه الاخرى. شوف الكعبات كيفاش جويدين على الاخر، جيت معناتها تسميحه صغيره باش يكونوا الكعبات معناتها نفس المستوى. فوالا ونقصوهم كعيبات هكا مزيانين. محلاه الفورمه معناتها اللي نستعملوها عندها دور زاده باش تعطينا كعبات مزيانين. فوالا كيما تشوفوا الكعبات جويدين على الاخر. نقراو بحسابنا كي باش نحطوهم في الوحده راهم باش يزيدوا ينفجوا شويه. دونك حاولوا للماكسيموم انكم ترهفوا، كل ما ترهفوا كل ما يجيكم هشوش ويجيكم بنين كيما تشوفوا لهنا. نكملهم بالطبيعه الكل بنفس الطريقه ونوريكم الكعبات المقروض اللي باش نقليوهم من بعد شويه ان شاء الله. نكملوهم الكل بنفس الطريقه ونوريكم بالطبيعه طريقه القلي نتاع المقروض نتاعنا اليوم. بالنسبه لطريقه قلي المقروض انا عندي مقله هنا حطيت فيها الصفايه هذه كيما جور تاع صفايه كبيره باش نحط فيها المقروض. هنا ملاحظه المقروض نتاعنا لازم نقلوه على نار متوسطه، ماذا بكم متوسطه باش ما يحمرش فيسع ويغلبنا الزيت ويحرق لنا المقروض نتاعنا. ملاحظه الزيت زاد لازم يكون غزير، ما لازمش يكون زيت معناتها شويه خاطر ما يطيبش بالباهي المقروض. دونك لازم يكون غزير، يا اما يغطي المقروض العادنه والا في نفس الوقت يكون في نص المقله ولا المعون معناتها اللي باش نستعملوه. كعبات المقروض نتاعنا قلبناهم على الجهه الاخرى يطيبوا على الجهتين. نحاولوا لهنا نكملهم الكل بنفس الطريقه. اللون كل واحد شنو يحب، فما شكون يحب اللون الفاتح، فما شكون يحب اللون الغامق، لكم حريه الاختيار وكل واحد وذوقه في وكلان المقروض. المهم في البنه. فوالا لهنا بعد ما كملت معناتها قليت تقريبا نصف الكميه نتاع المقروض نتاعنا. حبيت جوست نوريكم كعبات اللي باش نشحرهم. بالنسبه للشحور كما تشوفوا باش يجينا شحور معناتها عاقد بلوز مو عاقد، معناتها ما يكونش جاري برشا ما يكونش عاقد خاطر لازم زاده المقروض يتشرب الشحور. عملت زوز كيسان ماء عليهم كاس سكر وعصره قارص. انا عملت ضعفت الكميه، يفضل لك خير من معناتها تنقص شحور. فوالا كيما تشوفوا هكا حطيتهم.
ماذا بيكم من المستحسن كي تحطوا الواحد خليه يشرب بالكدا بالكدا، مش جوست تعملوا هكا تحطوا ومن بعد تحطوا في تسقطوا شويه، لا، خليه مدة دقيقة دقيقتين، احسب روحك راك تنساه، خاطر كل ما تخليه كل ما يتشرب الشحور ويعطينا اللمعة في الشحور خاصة كي يكون يعني شحور مخدوم بالباهي ومعناتها وطايب على قاعدة. فوالا هذوما كيما تشوفوا لهنا باش نهزهم بطبيعة ونحطهم، يلزمنا نسقطروهم شوية. انا باش نحطهم لهنا بطبيعة باش نكملهم الكل بنفس الطريقة ونوريكم بطبيعة النتيجة النهائية. فينالمون هذه هي النتيجة النهائية نتاع المقرون نتاعنا كما تشوفوا. بسم الله ما شاء الله، نودكم ولنشهيكم حاجة بالحق تعمل 66 كيف. إذا تتبعوا معناتها المقادير مضبوطة كما وريتها لكم، كما قلت لكم نصيحة، إذا حسيت إنه الواحد معناتها الملول مزيت شوية تنجم تزيدوا شوية سميد أحرش ولا سميد أرطب. تتحايل ديما مع الروسات، راهو مش اذا كان ما نجحتلكش معناتها انت مثلا ما التزمتش بالضبط بالمقادير، خاطر صديقمون انت والسميد اللي عندك يتشرب بالمكونات ولا لا. حاولوا الماكسيموم انه بالعين تنجموا تصلحوا اي حاجه روسات تعملوها. فوالا. الشحور زاد كيما قلت لكم، الشحور لازم يكون متوسط. ماذا بيكم يعني كي تحطوا المقروض خليوه معناتها على الاقل مده دقيقه دقيقتين حتى ليني احنا بعباره اخرى نقولوا معناتها يتنفخ بالكدا. كل ما يتنفخ كل ما يجينا شوش كما شفتوا الكعبه من الاول شوشه مصلي على النبي. نجرب معكم زاد كيف مره اخرى كعبه اخرى كما تشوفوا لهنا، كيف تشوفوا الكعبه كيفاش حشوشه هكا جوست معناتها ضغطه صغيره بركه. بسم الله ما شاء الله. مع العلم انه الكعبه هذه تقريبا انا عملته الصباح، حبيت نوريكم معناتها تشوفوا في العشيه ومازال كيف ما هو نورمالمون، هو يلبس هكا ما يلبسش كيف ما هو كما تشوفوا. فوالا. اذا عجبتكم الوصفه نتاعنا اليوم ما تنساوش باش تواصلوا تدعموني بلايكاتكم وكومنتاراتكم، بارطاجيو الفيديوهات مع اصحابكم حتى تحصل الافاده. بارك الله فيكم ونشوفكم ان شاء الله في وصفه اخرى.